صباح الخير عليكم، سنة وانتم طيبين. مناسبة رمضان تعودوا لها بخير. عودا 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 يا رمضان. اللهم صل على حضرة النبي. نعمل وياكم شوية بسكوت. دول شوفوا، دول 2 كيلو سكر و2 كيلو سمن، بنضربوا في بعض كده هم. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. ليهم عاملين 7 كيلو دقيق، ليهم 2 كيلو سكر و2 كيلو سمن. دي المقادير ودي الروايح بتاعتهم اهم. ديت الروايح بتاعتهم، جوز الهند وروح الموز. اللهم صل على النبي. اهم 7 كيلو دقيق، 2 كيلو سمنه و2 كيلو سكر، ودول 8 جزايز روح الموز وروح البرتقال. جوزة الهند، جوزة الهند وروح الموز. ودولي باكوين بيكنج باودر و5 ورقات فانيليا وبقية نشادر، يعني بنقول عليه نشادر كربونات وبتاع البسكوت. اللهم صل على حضرة النبي. السكر قبل ما يتحط على السمنة بنسحنها الأول في المسحنة، ونحطها على السمنة ونضربها كده وطبعا ديت جزازة فانتا بنحط منها شوية اختيار، يعني عايزة تحط براحتك، مش عايزة تحط براحتك. حبة صغيرة هم، تحط زي ما انت عايز. صلى على النبي. تفضلي تقلبي فيه كده لما يدوب في بعضه، تحط الدقيق وتفضلي بقى تفركي فيه عسل بالصلاة على حضرة النبي. وليهم كيلو ونص لبن، تحطي لبن، تسخني ميه وتحطي، كل واحد براحته يعني. اللهم صل على حضرة النبي. كل سنة وانتم طيبين وتعودوا لها بخير. دي بسكوت اهو مع النبي. دي الجزايز اهي. ديت الريحة اهي اللي احنا هنحط اهي بالصلاة على النبي. كل سنة وانتم طيبين وعقبال كل سنة يا رب، عقبال كل سنة كده يا رب، ونعيش ونعمل. عودا عودا. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. شوفوا شوفوا بالصلاة على حضرة النبي اهو. دول بكون اهمت بيكنج باودر. اللهم صل على النبي. دي طبعا فانيليا اهي. نصلي على حضرة النبي. ما احنا قلنا نبقى 5 بنات. نشادر اهي. اللهم صل على النبي. حضرة النبي. احسن ما بين ايدينا يا رب، احسن ما بين ايدينا قبل الخواطر عليك يا رب. اللهم صل على النبي. شوف الحاجات الحلوة دي. اللهم صل على النبي. عسل 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 عسل. دلوقتي بقى بنحط الدقيق اهو. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. تقلب في بعض الدقيق حلو اهو، لازم يتفرق كده. نحط اللبن واللبن اهو. يلا كمان
دي بقى دي كيلو لبن حطيتها، ولسه كمان كيلو ونص اهو هتيجي. شوفوا العجينة، الصلاة على النبي اهي. صلى على النبي، نبينا فايت عليا وعجيني بين ايدي، قال لي الشهد يا صبية قبل ان تصلي علي، الشهادة فيك تزيد تطرح جميع البركة فيك يا عجين الإسلام، جعلك في الوش جفرة في الحنك سكرة على كل من يولد عليه. الله على النبي، زد في الأقدارك كما زدت في فدانك، يجعل حبيبي النبي محمد كياد. اللهم صل على حضرة النبي. صباح العسل وصباح الفل وصباح الياسمين على احلى متابعين يوميات سرور في الريف. بنشكركم جدا جدا اخواتنا وحبايبنا واصدقائنا، بحبكم جدا في الليل. كل سنه وانتم طيبين ويعودها علينا وعليكم بخير. اللهم صل على حضره النبي. طبعا دي اوردرات مطلوبه مننا النهارده، بسم الله ما شاء الله. حبه بسكوت لوز اللوز، يا كعكع العيد يا احنا، يا بسكويت يا احنا. حبه بسكوت زي السكر. عملنا الكعك في يوم والبسكوت في يوم. اللهم صل على حضرة النبي. طبعا انا بستفيد باليوم اللي السيد يقعد فيه. اللهم صل على حضرة النبي يعني يا جماعة. يا سور قلت له بكره يا سيد هيبقى حدانا بسكوت، اقعد بس دور لي المكنه، ده هم 7 كيلو بسكوت مش هياخدوا اي حاجه. بسم الله ما شاء الله، هنخلص بدري بدري كده. قال لي حاضر يا سور. بصراحه هو مش بيقول لي لا، حاضر، واقف معانا في كل ساعة وفي كل لحظة بقول أنا نفسي اللي أنت توصلي يا سوية. وأنا وهو نهزر مع بعض، وأنا وهو نضحك مع بعض. كان يوم جميل جدا جدا جدا. هو يوم الأجازة دي بسم الله ما شاء الله بابا يوم حلو خالص. بابا مبسوطة بيه عامة، بيساعدني من يمه وبقعد معانا من يمه، أو المهم كفاية قعدتها معانا في وسط يعني في البيت كده بالدنيا بحالها والله. قال لي حاضر. اشتغل بقى معايا حبه شغل حلو. قلت انت هتقعد بس تدور لي المكنه كده، وانا وجبت شويه زيت، ابل العجينه شويه زيت كده واحطها في المكنه عشان البسكوته تنزل مملوسه وتبقى حلوه يا جماعه. وهو قلت له يا سيد العجينه اتك عليها، المهم انا عايزه البسكوته تبقى يعني مسنوده وتبقى كويسه كده، مش تبقى رقيقه وتبقى وحشه. واحده حبيبتنا كده كانت عامله عندنا بسكوت، وجاتي صورة انا عايزه نفس المقادير، هم 7 كيلو بس مش هكتر عشان هي وبنتها المهم هم نفرين بس. جات كفايه اللي يبقى حدنا حاجه كده في البيت، اللي روايح العيد وروايح رمضان والكلام ده. قلت لها اللي انت عايزاه. عملنا لها حبه بسكوت زي العسل، بسم الله ما شاء الله. خدتهم بقى وقلت لها خليكي بقى على تليفون كده، ساعه ما نخلص تعالوا خديهم. كانت هي اللي عايزانا اوديهم لها، قلت لها براحتك، هي برضو يعني هي مش غريبه عننا، هو عامله عندنا اوردرات كتير قبل كده. قلت لها اللي انت عايزاه. كانت مبسوطه جدا بحبه البسكوت دول، تقول لي يا سوره انا عايزه نفس المقادير ونفس الريحه ونفس الطعم ونفس السكر. قلت لها اللي انت عايزاه. هي في ناس بتطلب سكر خفيف على فكره، وفي ناس بتطلب سكر مظبوط، بس بصراحه انا ما بعرفش اعمل دور السكر الخفيف ده يا جماعه. يعني انا عايزه الحاجه تبقى مظبوطه زي ما احنا جايبين المقادير مظبوطه من الفران وماشيين بالخطوات ده على طول. انا عايزه الحاجه تبقى مظبوطه بس مش اكتر. بسم الله ما شاء الله. حبه بسكوت عسل 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 كده. ام تطلب وتقول يا سور، قلت لها خدي. اقوم اودي لها شويه الصواني، اعمل شويه على الطبليه. المهم في الحالتين انا والسيد ما قعدناش اليوم ده، فضلنا نشتغل من بعد الظهر. بدأنا الشغل من بعد الظهر كده، لا وكل شويه اقوم يعني اشوف الاكل مولع عليه لما تكون مسوت شويه، كل شويه مش عارفه خلصنا بعد المغرب على طول. يا دوبك المغرب اذن من هنا وهي اجت خدتهم من هنا، بس بعد ما هي فطرت واحنا فطرنا ورنت على وجهة خدم. بس كانت مبسوطه جدا، تقول يا سور الريحه الحلوه دي، اعملوا شاي وهاتوا يا ولاد. قلت ولا شاي ولا غيره. شيل البسكوت بتاعك وتوكل على الله. جت والله اللي لازم تاكلوا معايا. قلت لها حدانا صدقين. ما اقتنعتش الا حدانا لما شيلت البسكوت بتاعنا وريتها لها. قلت لها بصي احنا بنعمل اصلا، ده امي بتعمل يعني الكعك اللي معمول ده لنا بالسمنه البلدي، كل حاجه معموله هنا بالسمنه البلدي على فكره. جت انا عايزه، قلت لها خدي دوقي. ساعه ما ضجت الكعك جت عايزه منه، قلت لها اللي انت عايزه برضه. امي ما بتعملش يا جماعه الكعك بالسمنه العاديه دي خالص، لازم السمنه البلدي عشان البسكوته تبقى تهري كده وتبقى طعمها تحفه وحكايه. قلت لها حدانا والله، حدانا بسكوت وحدانا الكعك، وبسم الله ما شاء الله يجعلها بالهنا والعافيه. شيل الحاجه بتاعتك وتوكل على الله، وكل سنه وانت طيبه وعودها عليك بخير. كانت مبسوطه جدا بحبه البسكوت دول. بقى عند الفرن بعد ما خلصنا كده على المكنه بقى وخلصنا بسكوت عامه، ما عادش عند المكنه حاجه. جبت الصواني كلها وجيت
على فكرة هي امي جت تعالي يا سهير تعالي بقى كده ايه خدي فيديو صغير كده، رغم ان انا ايه كان الكاميرا قصادنا بس في الصالة، انما هنا بقى جيت عند الفرن. هي مش عايزاه محموش، هي عايزاه في اللون ده يا جماعة. قلت لها طب نحمره شو يعني نديله لون شوية، قالت لا، عشان وانا جايه باكل بشاي بلبن يبقى طعمه حلو. حمشتيه زياده عن اللزوم بيبقى يهري كده، وانا مش عاجبني يا سوري الحاجات اللي بتبقى ايه مش يعني انا عايزاها في اللون ده بالظبط زي ما انت بتعملي لي كل مره. كان بقى ايه يعني بسم الله ما شاء الله فطرنا وجينا بقى ايه خلصنا. كان دي اخر 3 صواني يا جماعه. اللهم صل على حضره النبي. شفتوا اللون ده اهو، هي عايزه نفس اللون ده بالظبط. بسم الله ما شاء الله. كان البسكوت زي العسل. اللهم صل على حضرتك. شوفوا بسم الله ما شاء الله عسل. اجت امي بقى ضجته كده، جت يسور حلو خالص، الطعم والريحه والشكل حلو خالص. بسم الله ما شاء الله. شوفوا امي بتقول لكم ازيكم يا حبايب. اللهم صل على حضره النبي. اه شوفوا ده من تحت زي من فوق بالظبط، بس كان طعمه جميل وتحفه. انا دقته بصراحه كان حلو خالص، كان طعمه جميل جدا جدا جدا. بسم الله ما شاء الله. هو كيس كبير على فكره، يعني ايه طول اللي هي فيها ديت. في ناس بتقول شفته حطينا فيه المشمع، هي جايباه جات يسور حط لي فيه عشان كل سنه بتاخد فيه يعني عامه. وجبنا لها الكيس ده كان عندنا احنا، بتقول احط، قلت لها عندنا الكيس مش ليكي دعوه. طولها بالظبط، قلت لها هنرص ليكي فيه بس شطرتك بقى ايه مش تسيبيه مفتوح عشان ما يتروش. اجى بعد البسكوت بقى ما هدي خالص وسجع، جت بقى زي ما انتم شايفين كده بترصه. المهم هي ايه لازم تسيبه يبرد شويه يا جماعه، ما بترصش على لو هو طري كده او هو سخن، لا يبرد شويه في الصواني. وبعد كده ايه نشيل بقى ونرص زي ما انتم شايفين كده، ان تحط سخنه على بعضه بطرى لازم هيطرى على بعض، لما تسيبوه ينشف بقى رصين. وتيجي تاخده بقى من الكيس ده بسم الله ما شاء الله بيبقى ناشف وزي العسل، ولا بطرى ولا بي اي حاجه. بس اهم حاجه قلت لها لما تيجي تاخدي منه تقفليها على طول، المهم الهواء ما يشمش البسكوت، عشان البسكوت لو شم الهواء ده هيطرى كلته بطرى. جت انا عارفه والله يا ساره انتوا عارفيني من المره اللي فاتت وانا بعمله كده على طول. بسم الله ما شاء الله. شفتوا كانت البسكوته جبه وحلوه خالص في الفرن، كانت ريحتها جميله جدا. اه اجت امي بقى كل ما صينيه تبرد تجيبها وايه وتقوم جايه رصاها، مسكت البسكوت كليته رصته. انا بقى رنيت على قمت قلت لها يلا توكلي على الله بقى وايه وشيل البسكوت. بسم الله ما شاء الله. خلصنا بدري بدري، وكانوا حبة بسكوت زي العسل ويجعلها بالهنا والعافية لكل اللي ياكل منها. شفت امي ربنا يخليها لي يا رب، واحلى عمال بسكوت في الريف الجميل.